أهلا فيكن. إن شاء الله جميعا بتكونوا بخير. بما أنه الأجواء صارت صيفية حبيت حضر لكم حلا صيفي بارد كتير طيب سهل وسريع التحضير. طعمته سوبر طيبة وكتير سهل التحضير. بتمنى الوصفة تعجبكن وتحبوها، ويا ريت كالعادة ما تنسوني من اللايك والشير. وإذا بعد ما اشتركتوا بالقناة اشتركوا وما تنسوا تفعلوا الجرس لحتى يوصلكن الوصفات يلي بنزلها. وخلونا ننتقل لطريقة التحضير. للمكونات حنحتاج لكوب من الكريمة السائلة ما يعادل 200 جرام. الكريمة لازم تكون عنا كتير باردة. منضيف عليها ظرف من السكر الفانيلا، ربع كوب من السكر البودرة، ومعلقة صغيرة من بودرة النسكافيه أو بودرة الكابوتشينو. منخلطهم مع بعض كتير منيح بوصلة المضرب الكهربائي حوالي 3 دقايق. بس نحصل على هيدا القوام بدنا نضيف 175 جرام من الجبنة الكريمية. استخدمت جبنة الفيلادلفيا، وفيكن تستبدلوها بالجبنة الكيري أو أي نوع جبنة بتحبوه. بنخفقهم كمان مع بعض حوالي دقيقة لحتى يتشكل عنا كريمة بهيدا الشكل قوامها كتير ناعم. بحليب حوالي الكوب بدنا نوضع كمان معلقة صغيرة من بودرة الكابوتشينو أو مثل ما قلنا بودرة النسكافيه لحتى نغمس فيها البسكوت. استخدمت بسكوت سادة، فيكن تستخدموا أي نوع بتلاقوه أو مفضل عندكم. رصيتهم بالصينية أو البايركس بهيدا الشكل. من بعدها وضعت طبقة من الكريمة، وأكيد منوزعها بطريقة متساوية لحتى نوضع الطبقة التانية من البسكوت. من بعد زينت الكريمة بهيدا الشكل. واخر شي دوبت حوالي الاربع معالق من الشوكولا الدايبة. استخدمت شوكولا النوتيلا. دوبتها على الميكرويف حوالي 20 ثانية، ووزعتها بهيدا الشكل. وهيك الحلا بيكون صار جاهز. نوضعه بالبراد حوالي ساعتين لحتى يبرد عنا تماما، بصير جاهز للتقديم. والتزيين وضعت شوي من البسكوت على الوجه. يعني حلا ولا أسرع ولا أطيب، مثل ما لاحظتوا خطواته كتير بسيطة ومكوناته كتير قليلة، وطعمته أهم من هيك إنها كتير طيبة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وانطروني دائما بوصفات بعد أحلى وأطيب. ويلا سلام.